اللاعبين الممتازين جوركايف واللي فازوا بكأس العالم 1900. قدم عروس اللي السنة معناها مع السيتي المحاولة من جديد، المحاولات من زملاء تيلمان. هو 2024 المحاولات ثم كيفين دو بروين، المحاولة لصالح اختصاصات كيفين دو بروين، التدخل من حارس المنتخب الوطني التونسي وتوما موني وضغط متواصل للمنتخب البلجيكي وتألق من يتوغل يصوب، والهدف الأول من تخوساغ لصالح المنتخب البلجيكي. احداث الفارق من تخوساغ والفرحة بالنسبة للجماهير. الأسماء القوية دو بروين ترجع من مهيب الشامخ، يتألق في تفادي كرة أخرى خطيرة للنهائي الأوروبا ليج مع أولمبيك مارسيليا وضد أتلتيكو مدريد. المحاولة الرأسية شوفوا المدافعين كي يصعد، كذلك أونانا متوسط ميدان، أونانا في القيادة والشارة في المنتخب. دو بروين التوزيعة وفرصة أخرى للمنتخب البلجيكي في وسط الميدان. دو بروين أونانا كرة لتيلمانس وثم تيموتي كاستاني، والهدف من ديكاتلير يتمكن من تسجيل الهدف. قرطاج الانطلاقه ثم تصويبه وحارس المرتوى، ترجع كره من جديد للمنتخب التونسي. الانطلاقه التوزيع على القائم الثاني والتدخل من جديد، كره تقطع ترجع للمنتخب التونسي. التسديد خطيره، الكره ضربت على العارضه، الكره الاخيره هذا اللي نحبوا عليه. صحيح ممكن حتى لها زم امام منتخب بلجيكي. جيريمي دوكو يمرر خارج منطقه الجزاء، تسديد والهدف الثالث يعني تخلي مساحه تخلص كاش في مثل هذه المقابلات. وهدف لمنتخب البلجيكي. دو بروين يسجل الهدف، وهذه كره للمنتخب البلجيكي اختيرها داخل منطقه الجزاء، تسديد الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي، يتمكن من تسجيل الهدف الرابع. لوكي باكيو تمكن من تسجيل اللاعب اللي يلعب، ولكن تبقى كرة تسديد والهدف، هدف خامس. بصراحة أخطاء كثيرة عبد الرحمن في هذه المباراة، أخطاء مختلفة للمنتخب التونسي من راسكين، تمكن من تسجيل الهدف الخامس، يعني ياخذ كل راحته راسكين ويسجل الهدف الخامس مع الأخطاء الدفاعية بالجملة. بصراحة